فيديو النهارده هوريك ماستر كلاس ازاي تبقى اكتر يوتيوبر مكروه على وجه الارض. هوريك شخصية من شخصيات اليوتيوب اللي هتخليك عايز تضرب الشاشة من كتر ما هي شخصية مستفزة. السلام عليكم، انا عمر، رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو ده هنتكلم فيه عن جاك دورتي. ما ينفعش ابدا الفيديو ده من غير ما اشكركم على الدعم الكبير اللي جه على الفيديو بتاع ناصر ورفاعي الدسوقي، وزي ما اتعودتوا الفيديو ده هيبقى مقسوم ل5 اجزاء، ودي كانت المقدمة. بس من غير ما اطول عليكم خليكم على الجزء الثاني. جاك كولين دورتي يوتيوبر مولود 8 اكتوبر 2003، عنده 20 سنة وهيبقى 21 السنة دي، يعني هو تقريبا اكبر مني بسنتين وكام شهر. مولود في نيويورك في مدينة اسمها لونج ايلاند، وبدأ يوتيوب في سبتمبر 2016، يعني من 7 سنين تقريبا، ومعروف برضو بمحتواه المثير للجدل. عنده حوالي 15 مليون مشترك على اليوتيوب. اكيد لو جيت تشوف عدد مشتركينه هتقول ان هو مشهور ومحبوب وناجح، صح؟ الحقيقة انت لو جيت تسأل ال 15 مليون اللي مشتركين في قناته انتوا ليه مشتركين، هيقولوا لك ان ده نوع من انواع تعذيب النفس. وغالبا 80% من المشتركين في قناة جاك عندهم استعداد يرتكبوا جريمة علشان بس جاك يختفي من الوجود. بصراحة مش عارف جاك كان بينزل فيديوهات ايه زمان، بس دلوقتي هو اتشهر بانه ينزل الشارع يرخم على حد بعدين يستخبى ورا البودي جاردات بتوعه. البودي جاردات بتوع جاك من كتر ما هم دخلوا في مشاكل هم يستحقوا نص الارباح بتاعت جاك ان ما كانتش كلها. يعني مثلا كان في يوم من الايام ماشي جنب البحر وشاف اب وابنه او بنته، بعدين الاب ده قال لجاك ياخد باله من كلامه علشان جاك كان ماشي بيشتم. راح جاك وهو معدي قال للاب انا ما عملتش حاجه، ووقف يتكلم معاه. والبودي جارد بتاع جاك كان لابس تيشيرت مكتوب عليه فك او حاجه زي كده، فالاب علق على الكلام ده برضه. ومهم بعد دقيقه جاك مشي وهو باصص وراه وخبط في واحد تاني ملوش اي علاقه بالموضوع، وفجاه الموضوع قلب بمشكله كبيره وخناقه وناس بتصوت وبتاع. I didn't say any curse words. What I say? What I say? You got a stupid shirt on over there. Yeah. Your kids can't read though. Your kids can't read, can they? I'm saying your kids watch. Get away from me. You start talking to me, buddy. Get over here. You get away from me. Watch your kids. Go walk away. Back up. جاك هو نوعا ما ثري، بيتقال ان هو معاه بيت ب4 مليون دولار وعنده مجموعه عربيات ب5 مليون دولار، وكل ما بيطلع استريمات بيطلع وهو جايب ناس كتير البيت ومنهم بنات كتير. حبيت اذكر الموضوع ده عشان هنتكلم فيه بعد شويه. جاك برضو معروف ان هو بيحاول يرازي في الناس ويبين نفسه ان هو قوي، بس اول ما بيقربوا منه بيطلع بوديجارد ضخم من العدم بيمنع جاك من ان هو يتضرب. وبرضو البوديجارد بتاع جاك دخله في مشكله كبيره قبل كده. في مره جاك عمل مشكله مع صاحبه واحد، فالواحد ده جه يتكلم معاه وانتهى الموضوع ان البوديجارد بتاع جاك ضرب الواد ده من غير ما يعمل له حاجه تقريبا، والموضوع خلص بمشكله كبيره لجاك والبوديجاردات. والفكره انه لما جاك بيبقى لوحده ويتضرب بيبدا يقول اعذار غريبه، يعني في مرتين 2 ضربوه على وشه بالقلم، راح قال لهم هما الاثنين انتوا عندكم 25 سنه وانا عندي 20 سنه. عذر غريب بصراحه، الواحد اتضرب بسبب افعاله. يعني على قد ما جاك يبان لك ثري ومعاه فلوس وعربيات والكلام ده كله، بس هو حياته ما فيهاش غير ان هو بيعمل حفلات فيها ناس محدش فيهم بيحبه وكلهم جايين عشان المكان والفلوس. يعني مثلا صاحبته او البنات اللي بييجوا في الحفلات بتاعته او الناس الكتير اللي بيقابلها سواء في بيته او بره بيته محدش فيهم طايقه. جاك عمل فلوس وشهرة بمقابل ان ولا حاجه من الحاجات دي هتجيب له ولا السعاده ولا السلام النفسي، لانه اولا الفلوس دي هو ما تعبش عشانها. الفيديوهات اللي جابت له الفلوس دي هي عباره عن هو بيرازي في الناس في الشارع بعدين بيستخبى ورا البوديجاردات، فما اعتقدش ان دي حاجه تتعبه يعني. والشهره اللي هو فيها دي هي شهره فارغه لانه معروف ان هو مستفز ومكروه ومحدش بيحبه، ودايرته اكيد مش بتحبه عشان شخصيته المستفزه. لو جم خيروني ابدل 474 مشترك اللي عندي بكل حاجه عنده اكيد هرفض، لانه اليوتيوبر مش بيسعى للشهرة والفلوس بس، هو بيسعى للنجاح الكامل.
ومن هنا يبان لك الطريقه اللي اليوتيوبرز اللي زي جاك بيتشهروا بيها. جاك ركز على ان هو يلعب على مشاعر الاستفزاز عند المشاهد والحاجات اللي هتخلي المشاهد يتفرج من كتر ما هو متضايق وهو بيشوفها، وبرضه عنده اعتماد كبير على المشاكل والدراما والقصص الفارغه اللي بتخلي الناس تتكلم عليها كتير واللي بتخليه تموت وقت ما المشاكل دي تخلص. والطريقه دي بالذات اي حد يقدر يستخدمها ويبقى مشهور، بس محدش هيبقى مبسوط في حياته وهو ماشي مكروه من خلق الله، لدرجه انه تقريبا كان في واحد ماشي في الشارع قابل جاك وضربه من كتر ما هو كارهه. وبس يا سيدي ده اللي كان عندي اقدمه لك بخصوص موضوع جاك دورتي، ومن هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه، ويا ريت تبعت الفيديو ده لحد من صحابك يبقى مهتم بالنوع ده من الفيديوهات. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.